السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن واحدة من أغرب وأكبر عمليات سرقة البنوك اللي تمت في التاريخ. بدون ما أطول عليكم أكثر خلونا نبدأ. تعتبر مدينة أكاسوس الأرجنتينية واحدة من أهم وأكثر المناطق الحيوية في الأرجنتين، ويعيش في هذه المدينة أغلب المشاهير والسياسيين، فبالتالي هذه المدينة فيها واحد من أكبر البنوك الأرجنتينية أو حتى العالمية. الساعة 10:03 الصبح دخل 4 رجال مسلحين لبنك ريو أكاسوسو، واحد منهم كان لابس بدلة رمادية والثاني لابس لبس صبي، والاثنين اللي معهم كانوا لابسين ملابس عادية. هذين الرجال الأربعة خذوا كل العاملين والعملاء كرهائن، وقبل ما توصل الشرطة قسموا الرهائن إلى 4 مجموعات عشان يصعبوا على الشرطة اقتحام البنك خوفا على أرواح الرهائن. وصلت الشرطة بعد تقريبا 20 دقيقة من الاقتحام. بدأت الشرطة تتفاوض مع العصابة، والشخص اللي كان مسؤول عن التفاوض من جهة العصابة كان الرجال اللي لابس بدلة رمادية. طلب العصابة كان أن الشرطة تسحب قواتهم الموجودين في سطح البنك. بالفعل وافقت الشرطة على هذا الطلب مقابل أنهم يطلعوا عدد من الرهائن، وفعلا طلعت العصابة شخصين من الرهائن. مسكت العصابة مدير البنك عشان يفتح لهم الخزنة الموجودة في البنك، وسرقوا ما يعادل 310,000 دولار أمريكي. بعدها راحوا للخزائن الشخصية للعملاء وكسروا كل كاميرات المراقبة، وقدروا يسرقوا منها ما يعادل 25 مليون دولار. في هذه اللحظات كان رجال الشرطة بعدهم يتفاوضوا مع صاحب البدلة الرصاصية اللي ما نزل مع باقي العصابة، وتم الإفراج عن بعض الرهائن. وما كانت الشرطة تعرف وش اللي جالس يصير في خزنة البنك. وطلبت العصابة طلب أخير من الشرطة، واللي كان بيتزا، لا ما أمزح، بيتزا. وطلبوا منهم كيكة عشان يحتفلوا بعيد ميلاد واحدة من الرهائن. تحسهم مجرمين بس مؤدبين. المهم نكمل قصتنا. الساعة 24 دقيقة انقطع الاتصال بين الشرطة والعصابة، فاتصل الشرطة بواحد من الرهائن اللي قدر بطريقة ما انه يتواصل معهم، واللي قال لهم انه ما في اي اثر على العصابة. فاستنتجت الشرطة انهم مختبئين ما بين الرهائن او مكان ثاني داخل البنك، لانه مستحيل انهم يطلعوا من البنك بدون ما ينتبهوا لهم، لانهم موجودين في كل مكان حول البنك. بعد 3 ساعات من اختفاء العصابة قررت الشرطة اقتحام البنك وطلعوا كل الرهائن، لكن ما كان في اي اثر للعصابة. حصلت الشرطة الأسلحة اللي تم الاقتحام بها، واكتشفوا أنها ألعاب. نعم، اقتحموا البنك بألعاب. حتى حطت العصابة قبل ما تطلع ورقة يضحكوا فيها على الشرطة. إنزين كيف صار كل هذا؟ مرت كم ساعة وبعدها اكتشفت الشرطة في واحد من المكاتب الموجودة في البنك ورا واحدة من الخزائن نفق مجوف. قبل 2 سنين من الاقتحام في سنة 2004 بدأ التخطيط لعملية الاقتحام هذه، واللي كان فيها أكثر من 4 أشخاص اللي اقتحموا البنك في بداية القصة. بعد سنة من التخطيط انضم للعصابة شخص اسمه لويس ماريو، وكان هذا هو اللي لابس البدلة الرمادية، وكانوا مهتمين انهم ما يأذوا اي احد من الرهائن، عشان كذا استعملوا أسلحة مزيفة. جلست العصابة حوالي 4 أشهر عشان يحفروا النفق اللي يوصل بين شبكة التصريف والبنك، وخلت العصابة قنبلة مزيفة في فتحة النفق عشان يأخروا الشرطة عن تتبعهم. في آخر نفق كان في قاربين عشان ياخذوا فيها المسروقات ويهربوا. على بعد شارع واحد من البنك كان في شاحنة تنتظرهم فيها ثقب من تحت، واللي دخل منها أفراد العصابة وهربوا. تم اكتشاف العصابة بأغبى طريقة ممكنة، بسبب أن واحد من أفراد العصابة صارت له مشكلة مع زوجته، واللي اتصلت بالشرطة وخبرتهم عنه. بعدها الشرطة أمسكوا هذا الشخص وباقي أفراد العصابة. وبس كذا بنكون خلصنا مقطعنا اليوم. أتمنى إذا عجبكم المقطع تعطونا اللايك وشير وسبسكرايب. طبعا إذا كنتوا تريدوا تعرفوا تفاصيل أكثر عن هذه العملية واللي ما لحقت إني أشرحها كلها في هذا الفيديو، تقدروا تتابعوا الفيلم الخاص بهذه العملية الموجود في نتفليكس واللي اسمه The Heist of the Century.